نقدم لكم همسات إيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الزمان كثر القتل وتزهق الأنفس ويقتل المسلمين بعضهم بعضا وبحجة الإسلام، والإسلام بريء منهم. الله يقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أربع، من منا يقوى على هذه الأربع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة ينظر إليها ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. النفس عظيمة عند الله، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس عظيمة، فيا من لطخت يديك بدماء المسلمين كيف سيكون حالك في ذلك اليوم، يوم يأتي المقتول فيقول: يا رب اسأله لما قتلني. ماذا سيكون جوابك؟ العزة للإسلام، لنصرة الإسلام، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فحذاري حذاري أن تلطخ أيديكم بدماء المسلمين. أسأل الله العلي العظيم أن يجمع كلمة المسلمين إلى الحق، إنه الولي والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.